لو الدروس الطويلة بتخليك تقفل الكتاب من أول صفحة، الفيديو ده معمول مخصوص ليك. مشكلتك مش إنك غبي ولا إن ذاكرتك ضعيفة، مشكلتك إنك بتستخدم طريقة غلط. النهاردة هتتعلم أسهل وأقوى طريقة تخليك تحفظ أي درس مهما كان طوله وبأقل مجهود ممكن. خلينا نكون صراحة، أنت بتفتح الدرس تقرأه من الأول للآخر، تقفله وبعدين تحاول تفتكر حاجة ومفيش ولا كلمة. ليه؟ لأن عقلك مش آلة تصوير، عقلك بيشتغل بالربط مش بالحفظ الأعمى. يعني إيه؟ يعني لو المعلومة ملهاش علاقة بحاجة في دماغك قبل كده، دماغك هيرميها في أول فرصة. أهم خطوة لحفظ الدروس الطويلة هي اربط كل فكرة بحاجة انت فاهمها. بتذاكر تاريخ؟ اربط الأحداث بأسباب ونتائج. بتذاكر أحياء؟ اربط الوظيفة بالشكل وبالمرض اللي بيحصل لما العضو يبوظ. كل ما المعلومة تبقى جزء من قصة، كل ما دماغك يرفض ينساها. أكبر غلطة إنك تقول أنا هحفظ الدرس كله مرة واحدة. الدرس الطويل لازم يتقسم لحتت صغيرة: مقدمة، فكرة، مثال، سؤال. خلص حتة، اقفل الكتاب وجرب تشرحها لنفسك بصوت عالي. لو عرفت تشرحها يبقى حفظتها، لو لأ ارجع تاني. اكتب بإيدك، ارسم مخطط بسيط، لخص بكلماتك مش بكلمات الكتاب. دماغك بيحب التعب، كل ما تتعبه أكتر يفتكر أكتر. مش كل وقت ينفع للحفظ. أثبتت التجربة إن وقت العصر أو بعد الظهر من أفضل الأوقات للحفظ، لأن دماغك بيكون فايق ومش مرهق ولا نايم. بس الأهم من الوقت هو الثبات، يعني نفس الميعاد كل يوم. قبل ما تبدأ مذاكرة اسأل نفسك: الموبايل فين؟ الإشعارات شغالة؟ التيك توك فاتح؟ لو يبقى أنت بتضيع وقتك. اقفل كل حاجة، اعمل لنفسك 30 دقيقة تركيز كامل، وبعدها خد راحة صغيرة. مش مطلوب منك تعيد الدرس من الأول. كل يوم راجع ملخصاتك بس، راجع الأسئلة، راجع النقاط اللي وقعت منك. المعلومة اللي بتتراجع ما بتموتش. عايز تحفظ؟ نام كويس. السهر بيقتل الذاكرة، والجوع بيقفل الدماغ. نام من 6 ل 8 ساعات، وكل أكل خفيف قبل المذاكرة. افتكر دايما، مش الشاطر اللي بيذاكر كتير، الشاطر اللي بيذاكر صح. لو طبقت اللي سمعته ده، هتحفظ الدروس الطويلة في نص الوقت وبربع المجهود. ولو حابب تشوف فيديوهات أكتر تساعدك في المذاكرة والتركيز، اعمل لايك واشترك في قناة كملها، وخليك دايما جاهز للنجاح.